السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي انكم تكونوا بخير وعلى خير. جمعه مباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش كتمناو عواشر مباركه. الله يدخل علينا رمضان بالصحيحه والسلامه والرزق وراحه البال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بريوات. هذا الفيديو راه مونطيتو قديتو هذه شي 3 ايام، وغير باش ندير له تركيب الصوت. والله ما ساليت، راكم عارفين دابا العواشر كتكون الخدمه شي مضغوطه. والله ما ساليت، ولكن قلت ضروري نمونطيه ونحطو لكم. هنا في البدايه عندي كيلو ديال اللوز، غنشارك معكم مقادير ديال الكيلو. اللي بغات مقادير قل دير نص كيلو، المقادير اللي غنعطيكم دير منهم نص. هنا بالنسبه للبروات ديال اللوز ضروري اللوز نفسخوه نهار قبل ونديروا له فوطه ونخليوه ينشف مزيان. هاد لاستيوس هادي ضروري باش منين لان عندنا غادي نقسمو على جوج، نص غادي يتطحن خضر والنص غادي يتقلى، باش اللي يتقلى يتقرمل. يعني بزاف ديال المرات كتقليو اللوز وملي كتعضوه كتلقاوه بارد لداخل، راه غير ما كتخليوهش ينشف مزيان. وفي نفس الوقت هذوك اللي غادي نديروا اللوز خضر ما طايبش باش ما يغماش لينا في وسط البريوات ويطول معنا اطول مده. كما شفتوا انا راه دايره تحت السرجم بات ليله كامله، ودرت له فوطه وخليته ينشف. هنا خديت هذا اللوز قسمته على جوج. 500 غرام غتبقى خضراء و500 غرام غنقليها في زيت بارده. هاد الطريقه هذه راه كتجيب البريوات زوينين بزاف بزاف. وعندي واحد الطريقه اللي كندير اللوز كله محمر. كاينين بعض الكليان اللي كتبغي اللوز كامل محمر، ما كتبغيش هكا نص بالنص، فكل واحد والذوق ديالو. اللوز كيف ما كتعرفوا باش يتقرمل معكم مزيان ديروه في زيت بارده. هنا بالنسبه لسنيده الاغلبيه كيديروا كيلو ديال اللوز فيه نص كيلو ديال سنيده. انا ما كنديرش نص كيلو، كندير غير 300 غرام ولا 250 غرام. حاولوا انكم تنقصوا الحلاوه لانهم كيباتوا في العسل، كيشربوا العسل. وباش في نفس الوقت نبقاو ناكلوا اللوز، ماشي نبقاو ناكلوا غير العسل والحلاوه، باش كيجي المذاق ديالهم زوين. هاد الطريقه راه والله القسم اللي كتجيب البريوات في مذاق رائع. ما تكتروش الحلاوه، خصوصا دابا كلشي ولا كيهرب من الحلاوه. هنا كما شفتوا انا عاطيه خاطر اللوز كنقليه، قليته في زيت بارده وكنبقى نحركو. اين فوا كنشوفو خدا داك اللون المذهب كنحيدو. كما تعرفوا ما تخليوش يتحمر، راه هاد اللوز كيبقى شاد السخونيه، ويقدر نتوما تحيدوه في اللون شويه تلقاوه داز القياس في التحمار. هنا صافي، هنا غادي نديه لعند العطار نطحنو. انا ما كنطحنوش في الدار لان اللوز كيبغي واحد المجهود كبير، فكنديه عند الدراري كيطحنوه، كنجيبو معلك. درت نص كيلو ديال اللوز اللي ما مقليش، نص كيلو ديال اللوز مقلي، 300 غرام ديال السنيده. ومن مشيت عند العطار زدت مسكه حره، ضروري عندكم تمساوها مسكه حره. هنا صافي منين طحنتو جبتو. صراحه الطحانه ديال برا كتجيبو معلك، كيجي زوين حسن من اننا نطحنو في الدار. هنا خديت معلقه صغيره ديال القرفه. غادي ناخذ كاس لاروب ديال الزبده نوازيت، يعني خديت الزبده ونقصت لها العافيه وخليتها حتى طابت وتحيد من هذاك الحليب كله. كتعطي مذاق زوين للبريوات. تقدروا نتوما ديروا غير معلقه ديال الزبده ما دايبه ما والو، ولكن جربوا ديروها بهذه الطريقه والله حتى كيجيو زوينين. حاجه اخرى، اللي عنده نيسلي كراميل اللي عنده بغا يديرو، اللي ما بغاش يديرو ماشي ضروري، انا راه ما درتوش. تاخذوا نيسلي كراميل معلقه وكتزيدوها في هاد المقادير هادو، كتعطي مذاق زوين للبريوات. المهم انا كنحاول انني نقول لكم اللي كاين واللي ما كاينش. صافي هنايا غادي ناخذ ما زهر وغادي نبقى نزيدو شويه بشويه. هنايا درت كاس لاروب الاول وزدت نص كاس ثاني، هدلكوهم حتى يبان لكم العقدات على الكاس، باش في نفس الوقت حتى البريوات يبقاو معلكين من الداخل. انا هنايا راه درت كاس لاروب وكتشوفوني زدت. هنا راه كان اللوز طالق الزيت، من نشوفوه طالق الزيت نبقاو الرشيشات، نديرو رشيشات ديال ما زهر وندلكو هذاك اللوز حتى كتبان لنا العقدات تعلكات وبدات كتلصق لنا في يدينا. في نفس الوقت ما تكونش جاريه اكثر من القياس. راه هادو من الاسرار اللي كيخليو البريوات منين نعضوا الورقه تكون مقرمشه وفي الداخل تكون معلكه. هذه هي الطريقه ديال البريوات، وحاولوا انكم تحتفظوا بهذه المقادير. راه هادو هما البريوات البلديين كيجيو زوينين بالمذاق ديال المسكه حره والزبده نوازيت والقرفه، كيجيو رائعين. وكيف ما قلت لكم اللي بغات تزيد معلقه ديال نسلي كراميل تقدر تزيدها. هنا صافي دلكت العقده مزيان. كنبقى نوريكم في يدي باش تشوفوا انها بدات كتلصق ليا في يدي. وكنقول وناكد ونعاود ما ديروهاش جاريه، ما تجريوهاش، باش في نفس الوقت العقده من نقليو البراوات ما يطرطقوش، وفي نفس الوقت ما تبقاش العقده ناشفه. كما شفتوا نتوما راه العقده معلكه. صافي هنايا غادي نجمعها، كنديرها في الطبسيل وكنديرها السلوفان. العقده ديال اللوز سواء في البريوات اولا في الحلوى ديما العقده كتغطى بسلوفان ولا بلاستيك، ما تخليوهاش عريانه يضربها الهواء. صافي هنايا ساليت، غادي ندير لها السلوفان
وغادي ندوز باش نوجد معاكم الورقه. بالنسبه للورقه انا كنخدم بديال البخار، غير هي شي مرات ملي كنكون محتاجاها في المالح ما كندهنهاش بالزيت. هنا بالنسبه للبريوات الدري خدمها ودهنها بالزيت، يعني تقدروا نتوما تاخذوها ناشفه ودهنوها، تقدروا نتوما مثلا الدري من يكون يخدمها تقولوا له يدهنها بالزيت. ضروري الورقه تكون مدهونه باش ما يطرطقوش البريوات من نقليوهم. الا كانت الورقه ناشفه وشاحته راه بطبيعه الحال غادي تطرطق لكم البريوه. صافي هنايا غادي نحيد دوك الجناب، غادي نوريكم انا الطريقه باش كنقطع الورقه. ما كنقطعهاش بالمقص، كنقطعها بالموس، لان هاد الطريقه كتجيبها تقطيعه وحده ما كيبقاش فيها داك الزكزاك اولا دوك الضربات ديال الموس. في نفس الوقت هادوك الجوانب كلهم اللي ناشفين كنحيدهم لانهم يعني ما كيصلحوش في البريوات. هنا نحيدو غير هادوك الجنيبات، في نفس الوقت راه كنجمعهم في بلاستيكه كنديرهم في الكونجيلاتور. ملي كيكون عندي شي فينيسيون ديال بسيطلات صغار ولا كنقطعهم صغار وكنديكوري بهم. هنا انا كناخذ العبار بهاد المسطره هادي. حاولوا انكم تاخذوا بشي مسطره اولا هكا بشي عود ولا اللي غادي يجيوكم البريوات مقادين باش ما تجينا وحده كبيره وحده صغيره. كما قلت لكم خذوا موس ماضي، وكنبقى ناخذ العبار وكنبقى غادا هكا حتى كنكمل التقطاع كله. حاجه اخرى نقطعو ونديرو في البلاستيكه، ما تخليوش الورقه يضربها الهواء باش ما تنشفش، ومن جيتو تطويو البريوات غتبقى تقطع معاكم وتطرطق. يعني هاد المعلومات يقدر انا راه ولا قسم عارفه راسي كنهضر بزاف ولكن راه كنبغي نشرح لكم، لان شي مرات كنشرح الفيديو كله وداكشي اللي شرحته وجاوبت عليه كيوليو يجيوني اسئله في لي كومونتير وكنولي عاوتاني كنبقى نكتب. فحاولوا انكم تتبعوا الفيديو من الاول للاخر لان كيكونوا فيه بزاف ديال النصائح اللي غادي ينفعوكم. هنا صافي غادي نبدا نجمع الورقه في بلاستيكات. غتسولوني شحال كفاتني ديال الورقه في هاد المقادير هادو. هنا خديت كيلو ونص ديال الورقه هي اللي كفاتني في كيلو ديال اللوز. شي مرات كندير كيلو ونص وكنزيد واحد رابعه اولا نص رابعه باش كنكمل هذاك الكيلو ديال اللوز، على حساب واش نتوما غادي ديروا البريوات صغيورين اولا غادي ديروهم شويه كبار. الا كانوا شويه كبار ما غتهز لكمش الورقه بزاف، كانوا صغيورين فهي غادي تهز لكم الورقه. انا ديما كناخذ كيلو ونص 2 كيلو لاروب كناخذها كنخدم بها. بالنسبه للورقه ديال البخار زوينه في الخدمه ديالها كما كتشوفوا، ما كتعذبكم ما والو. هنا انا دايره زلافه دايره فيها شويه ديال الزيت، وزلافه دايره فيها بياض البيض. غتقولوا لي علاش ما لصقتيش بالطحين والماء؟ بالنسبه للطحين والماء فاش كنديروه في البريوات بحال الا كنزيدوا طبقه اخرى ديال العجين خاصها مده طويله باش تنشف، عكس بياض البيض انا كنخدمهم كنخليهم واحد الساعه ينشفوا، كنبدا القليان ما كيتحلوا ما حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت ما يديروا لكش كوشه في المقله لا والو. هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها انا شحال هذا. بالنسبه للوز تقدروا نتوما ديروه كويرات صغار كاملين وتعبروهم 7 8 غرام. هي 7 غرام كيجيو زوينين، المهم كل واحد والذوق ديالو. كان عندكم العبار في ايديكم يعني تقدري انت ديريهم بحال عينك ميزانك، راه تقدري تخدمي كما الطريقه اللي كنخدم انا كتجيني سهله، ما كنحتاجش نضيع وقت نبقى نكور عاوتاني ونولي نخدم. انا الطريقه كتجيني سهله وعباري في يديا، يعني بحكم انك كتولي تخدمي الحاجه يوميا فكتولي تجيك سهله. بالنسبه للطويان راه غادي تشوفوا الطريقه قدامكم. العمد على الطويه الاولى هي اللي كتبقاو غاديين معاها، وفي نفس الوقت رخفوا يديكم ما تبقايش تزيري في الورقه. راه التزيار هو اللي كيزير، هو اللي كيطرطق البريوات. ما تزيروش، نحاولوا اننا نجيبوا القنت مع القنت وفي نفس الوقت ما نزيروش البريوات وفي نفس الوقت يكونوا مدهونين. راهي كما قلت لكم الورقه اللي كانت ناشفه ونزيدوا حنا نزيروا فبطبيعه الحال غادي تطرطق. كما شفتوا انا راه ما كنزيرش، غير هي حاولوا ان الطويه تكون القنت مع القنت. حاجه اخرى لا داعي اننا نطويو ونبقاو نشكلوا داك العقده ديال اللوز على حساب البريوه. ضروري نقولوا باش تجي عامره في القناه. مادام ان الحشوه خدمناها بهذه الطريقه راه فاش كنقليو البريوات راه حتى العقده كتضيع في البريوه. راه غادي يبان لكم ان حتى الحجم ديالهم كيتنفخ شويه ملي كنقليوهم. صافي كما شفتوا هنايا انا غادي نبقى غادا بحال هكا كندير مسحه خفيفه ديال بياض البيض
وكنلصقهم. الا كانت شي حاجه زايده كنقطعها بالمقص. صافي كنبقى غادا بحال هكا حتى كنكمل البريوات كاملين. هذه هي الطريقه ديال الخدمه، سهله. في نفس الوقت انا راني دايره بواطه وتقدروا ديروا بلاستيكه. منين الحاجه اللي خدمناها كنحل هذيك السوبيره وكنديرهم فيها وكنسد. ما تخليوش البريوات عريانين يضربهم الهواء باش ما يطرطقوش. راه هادو هما من الحوايج اللي كيخليو البريوات كيطرطقوا معاكم من كديروهم يتقلاو. صافي انا هنا ساليت كيما شفتوا. انا راه ما كنخدمش بالوحده بلا جوج، انا غير التصوير. فانا راه كنشد الطابله كندير 10 اولا 15 وكندير فيهم العقده وكنبقى نطوي حتى كنطويهم كاملين. عاد كنولي ندير بياض البيض وكنلصق وكندير في السوبيره. صافي هنايا وكنعاود نسدها بالغطا ديالها ما تخليوهاش عريانه. اولا ديروا بلاستيكه. هنا صافي خليتهم تنشفوا مزيان واحد الساعه وقليتهم. هنا راني كنقلي بالليل، مازال المعسلات الاخرين كنقليهم الصباح. البريوات كنقليهم بالليل على حساب باش يباتوا في العسل، ولا غد لي عاد كنصفيهم. بالنسبه للقليان ديما يكون الزيت كتير. منين نديروا الزيت كنخليوها تسخن مزيان وكنوليو نرجعوا العافيه متوسطه ماشي ناقصه. راه الا كانت الزيت ناقصه اكثر من القياس يقدروا يتحلوا لكم البريوات. نديروا العافيه متوسطه عاد كنلوحوا فيها البريوات. صافي والتحراك السر باش انهم يجيوكم لون واحد وما تجيش واحد البلاصه بحال الا مكويه وبلاصه بيضه ويجي فيهم الديغرادي في الالوان. راه هما كتخليوهم اولا كديروا زيت قليله وكتبقاو تقلبوا بفرشيطه وحده بوحده. ديما نديروا زيت كثيره وناخذ واحد الفورشات. وحاجه اخرى ماشي غير لوحوا البريوات نحركوهم. انا راه بالعاني هنايا ما بغيتش نقطع لكم الفيديو باش تشوفوا. راه ملي كنلوحوا البريوات كيولي اللون ديالهم بيض من اللي كانوا عليه، كيولي اللون ديالهم بيض بزاف. كنخليوهم واحد 2 دقائق اولا 3 دقائق كنبداو نحركو. كتلقاي البريوه شاده في راسها. انا هنايا راه كنت نقل البريوات وفي نفس الوقت كنت دايره العشاء لوليداتي، كنت دايره الحريره. فهنايا كما قلت لكم انا كنجمع نغسل الماعن باش ما تبقاش الروينه وتا الخدمه ما نتغلبش فيها. كنجمع نغسل الماعن. قليت دوك البريوات درتهم في قاميله في العسل وغسديت عليهم وخليتهم حتى لغد ليه الصباح باش يشربوا العسل، على خاطرهم ضروري البريوات يباتوا في العسل. وكما قلت لكم الطريقه ديال التحراك ما نبقاوش نقلبوا وحده بوحده. هانتوما راه وريتكم العافيه انها ناقصه ماشي مجهده بزاف. كناخذ معلقه ديال العود اولا فرشيطه كنبقى نحرك بهذا الشكل الدائري. كنحرك حتى كيبانوا ليا خداو لون واحد. كما شفتوا هانتوما راه نفس اللون في البريوات كلهم وما خليتهم لا باتوا لا والو. يعني الطريقه ديال بياض البيض راه حسن من الدقيق. كما قلت لكم الدقيق راه بحال الا كديروا طبقه ديال العجينه خاصها مده باش تنشف. هنا صافي راه القليه اللي حيدتها كنديرها في العسل. العسل ما تسخنوه ما والو. انا ما كان ملي كنطيبو ما كنديروش ثقيل بزاف، لان الا كان ثقيل وعاقد اكثر من القياس ما غاديش يدخل في البريوه لداخل. كان جاري اكثر من القياس ما غاديش يشد. خفتوا انهم ما يشد لكمش العسل في البريوات، ديروا واحد المعلقه ديال الجليكوز ديروها في العسل. هنا هذا هو اللون اللي كنحيد فيه البريوات يكون لون ذهبي. ما تبقاوش تقولوا لا راه خاصهم طياب نزيدوا لهم، لان اللوز كيشد السخونيه. يعني راه باقي غادي يكمل الطياب ديالو غير في ديك الحراره ديالو، ومين كنديروهم في العسل راه كياخذوا لون زوين. صافي كنبقى غادا بحال هكا كنحيد القليه كنصفيها مزيان. حاولوا ديما انكم تسوسوا الزيت من المعسلات باش يشد فيهم العسل. وصافي هنايا من ديروهم في العسل وتساليو ديروا شي طبسيل تقلوا به، لان دوك البريوات اللي كيكونوا الفوق كما كتشوفوا كيطلعوا الفوق. الا باتوا بحال هكا ما غاديش يشربوا العسل. فانا ديما كنتقلهم بشي حاجه عاد كنغطيهم. صافي هنايا الصباح كانت السيده مولات لا كوموند قريب تجي تاخذ البريوات ديالها. صفيتهم من العسل تصفوا مزيان مزيان عاد جمعتهم لا في بواطات. بالنسبه لهذا القياس راه غادي في الاخر ديال الفيديو غتشوفوا العبار شحال خرجت ليا 3 كيلو و130 غرام ديال البريوات. في هذا القياس هذا كيلو ديال اللوز خرجت ليا 3 كيلو. عاد انا لو كان زدت سنيده يعني درت 500 غرام ديال سنيده يقدروا يخرجوا اكثر. انا راه نقصت الحلاوه درت غير 300 غرام، او تقدروا نتوما ديروا غير 250 ولا غير 200 غرام بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش على الحلاوه وما اولا كاين اللي مريض كاين اللي ما عزيزش عليه الحلاوه. راه تقدروا تنقصوا الحلاوه في البريوات ديالي هما هادو. ساليت جمعتهم هنا في البواطات كما شفتوا. راه غادي نوريكم الميزان شحال خرجات. هنا اختياري تقدروا ديروا ترشوهم بالزنجلان، تقدروا ترشوهم باللوز كونكاسي، تقدروا تخليهم غير هكاك. كما شفتوا انا راه 2 بواطات كل بواطه راه قد الاخرى. راه خرجت 3 كيلو 130 غرام. بالنسبه للثمن، ثمن الكيلو
واحد 150 درهم للكيلو. هادي راه عجنه، يعني هادي الكيلو لوز كله اللي خرجاتو عطاتو لمولاتو ب 350 درهم للعجنه. نتمنى انني نكون عطيتكم المعلومات كاملين ونكون فدتكم. هنايا نكون وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو. تهلاو ليا فراسكم، مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.